بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي يا حبايبي في الله، يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. تعالوا مقادير الكيكة بتاعتنا النهاردة هتبقى كيكة تحفة ان شاء الله. هنبدأ بايه الاول؟ هنبدأ بيض 5 بيضات، 5 بيضات كبار على فكرة هم. معانا كوباية ونص سكر، كوباية ونص سكر. معانا كوباية زيت، إلا يعني كوباية، تعتبر كوباية إلا ربع زيت. قلنا كوباية نشا وكوباية ونص دقيق، كوباية نشا وكوباية ونص دقيق، ده كله منخول طبعا. وده عصير ليمونتين، عصير ليمونتين، بيض، 5 بيضات، كوباية ونص سكر. هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. كوباية ونص دقيق، كوباية نشا، كوب مية، كوباية إلا ربع زيت، عصير ليمونتين. يحط معلقة بس ان شاء الله منهم. بس دي مقاديرنا طبعا باكو كيك شيف. معانا كمان 2 فانيليا اهوت. واحنا ايه بس كده. يلا بينا نشتغل بقى ونشوف هنعملها ازاي. كنا معانا طبقين. هنعمل البيض الاول بسم الله. دايما حاجتنا دايما يبدأ بسم الله. هنعمل البياض في طبق. اللي بيعرف يعملها كده يعملها، كل واحد يعملها بالطريقة اللي بتريحه طبعا. دي طريقة جديدة عن اللي انا بعملها. انا الطرق التانية موجودة عندكم في كذا طريقة، كذا طريقة، بس الطريقة دي بصراحة يعني ايه عجبتني، قلت اعملها معاكم. هي كيك آه كده الصفار وكده البياض هنا اهوت. هنحط هنا ذرة ملح، ذرة كده، وذرة برضه على الدقيق. يلا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو كده ما خلصش برضو. هعمل الاول ده عشان ايه، هحط السكر. السكر على البيض، على صفار البيض. آه
بسم الله الرحمن الرحيم. نضرب السكر على سخن البيض لحد ما السكر يبوش. حطينا له الفانيليا طبعا. نحط شوية ليمون كده صغيرين. زيت. حطينا الزيت. العادة ان هي تبقى عشان تبقى نفس الكاس اللي احنا عايزنا بيه بالظبط. اللي عايزنا بيه الزيت هو اللي عايزنا بيه المية.
نجيب الميه. شايفين الكون بتاعنا. طبعا اللي احنا مولعين الفرن من اول خالص، ودي الصينيه بتاعتنا هيت مدهونه. بسم الله الرحمن الرحيم. الصينيه دي 35 في 28. ده عشان الفقاقيع اللي فيها، نحطها في الفرن بقى في النص اهو. على درجة حرارة 180 زي ايه كيكة انت بتسويها، او فرنك انتوا بالظبط. انت مظبطه فرنك وعارفه انت مسويه الكيكات وعارفه انت بتسويها على كام. هي زي اي كيكه بتحطيها بتسويها على درجه الحراره وعلى في النص زي الفرن بتاعك. ما هو بيحتاج الحراره بتاعته، او الكيكه بتحتاج الحراره بتاعته، مش كل فرن زي التاني. هذه الكيكه بتاعتنا بعد ما خرجت، هي سخنه طبعا مولعه لسه. على ما تبرد بقى ثانيه واحده كده. شايفين ايدها شاشة عامله زي الكيكه بتاعه التورته بالظبط، يعني تنفع تورتايه اصلا. طبعا انا عاملاها في الصينيه ديت، مقاس الصينيه ده كتير على المقدار ده، بس شايفين الجمال. هشه جدا، سخنه مش قادره اتك عليها قوي. يا سلام لو عندك صوص ابيض بقى وتحطيها عليها كده، عيشي بقى. شايفين الهشاشة، جميلة جدا. بس عايزين لكم على حاجة، هتبقى مسكرة بالصوص الابيض. اللي بيحب الحاجة مسكرة ماشي. والله عاملة زي التورتة بالظبط، زي الكيك بتاع التورتة، بس عايز يتاكل
من غير صوص، لان انا عن نفسي ما بحبش الحاجه مسكره، لقيتها مسكره قوي. ما تنسوش لايك. هشه وجميله، وجربوها وهتدعوا لي ان شاء الله. ما تنسوش لايك للفيديو. هي اصلا مسكره على فكره، جميله للناس اللي بتحب الحاجه مسكره. انا كنت حاطه كوبايه ونص سكر. اللي عايز تقلي شويه حط كوبايه سكر، اللي عايز تقلي في السكر حط كوبايه سكر، وهتبقى حلوه برضه كويسه.